بالجزء الثاني راح أتكلم عن آثار سلبية تنتج عن ضرب الطفل. وياكم زينب الجبوري. الضرر الجسدي، وهو يكون الأهل في هذه الحالة لا يدركون ما لا يفعلون من شدة غضبهم. يعني لما يكونون بقمة العصبية أكيد ما راح يعرفون شنو يسوون غير أنه يضربون هذا الطفل، حتى بدون النظر إليه أو بدون ما يفكرون أنه هاي الضربة شنو راح تنتج إليه. ممكن هذه الضربة ممكن أن تصل إلى الأعصاب الحساسة وتصل إلى الرأس ومركز العصب المحتكم بكل جسم الطفل، وبهذه راح يؤدي إلى أمراض وأضرار جسدية يتضرر من هذا الطفل. الضرر الثاني وهو الضرر النفسي، وهو إجراء سريع لا يشعر به أحد من ضرب هذا الطفل ولا يشعر به الطفل، ولكن يتعرض إلى ضرر نفسي كثير من ما أنه يقوم يخاف فجأة من الأشياء اللي موجودة في حياته، يقوم يخاف من الأشخاص، يفقد الثقة بالأشخاص اللي موجودين من حوله. الضرر العاطفي وهو الضرر الثالث. الضرر العاطفي هو عندما يتعرض الطفل إلى الضرب يزداد إعناد، يعني يزيد إعناد، شعوره بالإعناد، شعوره بالعصبية، شعوره بالتوتر، شعوره بالقلق، شعوره إلى قبول الأشخاص من حواليه، وهذا ما يسبب لنا كثير أمور في الحياة. الضرر الاجتماعي، وهو يحاول الطفل قدر المستطاع أن ينعزل عن المجتمع، يعني يكون منعزل في البيت أو منعزل في أصدقائه وزملائه، لأنه ممكن أن يتصرف أي تصرف ممكن أن يتعرض به إلى الضرب. الضرر الفكري وهو الضرر الخامس، نقدر نقول إنه الطفل هذا صغير ما يدرك إنه هو شنو جاي يسوي أو ينسى الموضوع، ولكن بسبب الضرب الدائم راح يسبب إلى كسل، ويسبب إلى تفكير بأنه هذا الشخص ما يثق بيه، وإنه راح يخاف من الأشخاص اللي حواليه، يخاف إنه يختلط بيهم ويخاف إنه يكون من حواليهم، وراح تشوفوه دائما منعزل بالبيت. طبعا أكيد موجودة أشياء عقاب الأطفال، ولكن لا لضرب الأطفال.